وصفتنا النهاردة صحية جدا. هنعمل بيتزا الكوسة مع البيض، حاجة كده جميلة صحية جدا وطعمها لذيذ وتنفع فطار جميل قوي، وهتعجب ولادكم جدا كمان. يعني مش بس هتأكلهم خضار. الكوسة اللي دايما مع عندنا دي هتعجبهم قوي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنجيب حوالي 2 كوسة كده حجم وسط، ونقطعهم بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. مش عايزينها تكون رقيقة قوي ومش عايزينها تكون سميكة قوي، تكون وسط كده. ماشي. تاني حاجة هندخل بقى على المرحلة اللي بعد كده. في طاسة على النار معلقتين 3 معالق كبار من الزيت. اول ما تبدأ تسخن معانا هننزل بالكوسة بتاعتنا، هنرصها زي ما انتوا شايفين كده، وعايزاها بقى تبدأ تتحمر. هنضيف لها الملح، ومعانا رشة فلفل نرشها عليها كلها كده. الفلفل بتاعنا فلفل اسمر، واحنا سايبينها تتحمر. ومعانا رشة من الريحان او رشة من الزعتر، زي ما تحبوا، الموجود عندكم هتستعملوه. واول ما تتحمر معانا هنبدأ نقلبها زي ما انتوا شايفين. خلاص قلبنا كل الكوسة على الناحية التانية، هنسيبها تتحمر بقى على الناحية التانية، وهنرش لها برضو رشة ملح وفلفل وريحان او زعتر، او البهارات اللي عندكم تحبوا تضيفوها غير دي اعملوا كده برضو، مفيش مشكلة. هنروح بقى بعد واحنا سايبينها تتحمر كده هنضيف 4 بيضات، حوالي نص كوباية من اللبن، مع الملح بتاع الكمية بتاعتنا اللي نفضلها، مع رشة فلفل ورشة زعتر او ريحان، وممكن تضيفوا بابريكا برضو جميلة جدا معاهم. هنقلبهم كويس جدا مع بعض، نضربهم بالمضرب او بالشوكة زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنضيف لهم 3 معالق كبار من الدقيق. احنا ممكن نقلب الدقيق مع اللبن في الاول، وبعدين نضيف لهم البيض عشان يسهل علينا الضرب، او ممكن نعمل كده برضو مفيش مشكله. قلبنا ال3 معالق دقيق كبار مع البيض مع اللبن مع البهارات بتاعتنا، هننزل بيهم بقى على الكوسه زي ما انتوا شايفين كده. النار بقى بتاعتنا تكون هاديه تماما، عايزين نهدي النار عليها تماما عشان ما تتحرقش مننا. وبعد ما تكون بدأت تدخل في السوا كده هنضيف بقى ليها الجبنة الموتزاريلا. الكمية اللي تحبوها هتضيفوها على الوش. هننزل بالجبنة الموتزاريلا كده، وهنضيف معاها كمان جبنة رومي. عايزين تحطوا جبنة تشيدر، عايزين عندكم جبنة قريش ممكن تحطوا جبنة قريش. اي نوع جبنة عايزين تضيفوه في الوقت ده تحطوا. ممكن جبنة فيتا كمان هتبقى جميلة جدا مع الرومي والموتزاريلا. خلاص كده بعد ما الجبنة ساحت والبيض استوى وتمام، هنرفعها من على النار، وهتتقلب معانا سهلة جدا عشان مسويينها مظبوط. هنبدأ نقطعها زي البيتزا بالظبط. هتعجب ولادكم جدا جدا، واللي ما بيحبوش الكوسة هيحبوها في الوصفة دي وهتعجبهم. اهم حاجة ان احنا نغير بس للاولاد في طريقة الاكل بتاعهم عشان يحبوه. انا عامله كذا وصفه للكوسه عشان هي دايما ما عندنا، مش عارفه ليه العيال ما بتحبش الكوسه، فجربوا لهم بقى الوصفه دي هتعجبهم قوي. وقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير بقى كتير وكومنت وكده. واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله.